محمد الدخيسي يغادر مدينة أكادير على عجل لهذا السبب بعد أزيد من شهر في بقائه في مدينة أكادير من أجل تمشيط منطقة سوس من عدد من المشتبه بهم في قضايا عديدة. موضوع مذكرات بحث وطنية. غادر محمد الدخيسي باتجاه مقر الفرقة الوطني للشرطة القضائية ليشرف بشكل شخصي على فك لغز جريمة غدر شرطي المرور. وأفادت مصادر مطلعة بأن محمد الدخيسي والي الأمن ومدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني حل أمس الثلاثاء بمسرح الجريمة بمنطقة السوالم. وأضافت ذات المصادر بأن الدخيسي حل الأربعاء بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي تشرف على الأبحاث والتحقيقات مع فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والفرقة الجنائية الولائية بولاية أمن الدار البيضاء.